محتاج ادرب كلبي كام ساعه في اليوم، او انا محتاج وقت قد ايه في اليوم ادرب فيه كلبي؟ السؤال ده بيتسال كتير جدا، ولكن علشان نجاوب عليه لازم نفهم ان مش كل التدريبات زي بعضيها. يعني التدريبات زي الطاعه اللي هي اقعد نام تحت، الحاجات المهاريه بتعلم كلبك يلف مثلا حوالين نفسه، بتعلم مهاره معينه يطلع فوق حاجه ينزل فوق حاجه، الكلام ده كله الموضوع مش بيحتاج ان انت تقعد فتره طويله جدا، بل بالعكس يفضل ان التمرينه تبقى من 5 ل 10 دقائق، يبقى فيها التركيز اللي هو الزبد يعني بتاعت التمرينه، يبدا الكلب مركز الكلام ده كله، وتوقف على كده. وممكن تكررها مرتين ثلاثه في اليوم حسب بقى كل واحد وحسب وقته والكلام ده كله. في تدريبات تانية زي المشي مثلا، الموضوع مرتبط بانت بتنزل تتمشى بكلبك قد ايه، دي اول نقطه، وبكلبك بيشد ولا ما بيشدش. لو بيشد بتلاقي نفسك ان انت محتاج طول التمشيه تلف وترجع، او تقف لحد ما يهدى ويستنى، او تناديله او تكافئه، والكلام ده كله حسب بقى اسلوب التدريب اللي انت بتتبعه. في حاجات زي السلوكيات اللي انت عايز تعلمها له، زي مثلا انه يطنش حاجه، زي مثلا انه يسيبه من حاجه، زي انه ما يهزرش بالعض، الكلام ده كله. الموضوع مرتبط اكتر، او التدريبات مرتبطه اكتر بظهور السلوك، فحسب ما الظهور بيظهر اكتر فانت بتحتاج تدرب اكتر، وهكذا لحد ما مع الوقت بيتظبط. المهم بغض النظر عن كل الحاجات دي، خلينا نتفق على حاجه. انت هتصحى الصبح، هتجهز شويه مكافئات كلبك بيحبها، ومش البسكوت اللي هو مثلا بياخده على طول والكلام ده كله، لا حاجه مختلفه. يعني حاجه ما تبقاش اللي هو بياخدها على طول والكلام ده كله. هتبدا تستخدم المكافآت دي معاه في حاجتين. الحاجه الاولى ان انت هتاخده كده تدريبه 5 دقائق مش اكتر، شويه الاوامر اللي هو حافظها تكررهم معاه وتكافئوا عليه وتسيبه، ممكن الصبح وممكن بالليل وهكذا. وممكن تزود مره كمان في الشارع لو انت ما عندكش وقت. 5 دقائق في اليوم انا ما عنديش مشكله خالص، بالعكس في كلاب ممكن مع ال5 دقائق بتاعت كل يوم دي يبدا يتقن ويشتغل وما يبقاش عنده مشاكل خالص. تاني حاجه، هتمسك شويه مكافئات كده وتخبيهم معاك على طول في كيس في حاجه. المكافئات دي مخصوصه بالسلوكيات، يعني مثلا هو في سلوك هو بيعمله انت مش عايزه يعمله، فمنعته عنه بهدوء طبعا وبالكلام ده كله، او شتت انتباهه، فهو سمع كلامك يتفاجئ ان في مكافاه، ده بيحسن من فرص ان هو يبطل بعد كده. او انت ماشي مثلا فهو عمل سلوك من نفسه كويس، بمعنى انت بتتمشى بيه في الشارع مثلا فشاف قطه مثلا زي القطط دي كده، تمام، هم قاعدين حاضرين معانا الحصه، تمام، شاف قطه جنبك مثلا او حاجه وهو من النوع اللي بيجري وراهم وطنش ومشي، تقوم مكافئه عليها، وهكذا. دي امثله طبعا، وفي امثله كتير جدا جدا جدا. جرب الموضوع ده وامشي مع كلبك بالتكنيك ده، واتفرج كلبك هيبدا يتغير ازاي معاك واحده بواحده، وهيبقى عنده على طول حب ان هو يسمع كلامك والقصه دي كلها. بس كده، السلام عليكم.